وسمعوا مني يا كل المسلمين، وسمعوا مني أيها المصريون، وتحية لكل رجال الأبطال، إلى جند الله، إلى المصريين، إلى الجيش المصري. سمعوا ماذا تقول هيلاري كلينتون في مذكراتها. تحدثت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن ذكرياتها مع ثورة 30 يونيو والجيش المصري والصراع الأمريكي الصيني خلال هذه الفترة. قالت كلينتون: دخلنا الحرب العراقية والسورية والليبية وكل شيء كان على ما يرام وجيدا جدا. كنا على اتفاق مع إخوان مصر على إعلان الدولة الإسلامية في سيناء وانضمام حلايب وشلاتين إلى السودان وفتح الحدود مع ليبيا من ناحية السلوم. تم الاتفاق على إعلان الدولة الإسلامية يوم 25 يوليو الماضي، وفجأة قامت ثورة 30 يونيو وفي يوم 3 يوليو في مصر، وكل شيء تغير في خلال 72 ساعة. فكرنا في استخدام القوة، لكن مصر ليست سوريا أو ليبيا. صدقت يا هيلاري. جيش مصر قوي للغاية، وشعب مصر لن يترك جيش وحده أبدا. وعندما تحركنا بعدد من القطع الأسطول الأمريكي ناحية الإسكندرية، تم رصدنا من قبل سرب غواصات حديثة جدا يطلق عليها ذئاب البحر 21، وهي مجهزة بأحدث الأسلحة والرصد والتتبع. وعندما حاولنا الاقتراب من قبالة البحر الأحمر فوجئنا بسرب طائرات ميج 21 الروسية القديمة، لكن الأغرب أن راداراتنا لم تكتشفها من أين أتت وأين ذهبت. بعد ذلك فضلنا الرجوع مرة أخرى. ازداد التفاف الشعب المصري مع جيشه، وتحركت الصين وروسيا رافضين هذا الوضع، وتم رجوع قطع الاسطول. وإلى الآن لا نعرف كيف نتعامل مع مصر وجيشها. إذا استخدمنا القوة مع مصر ضد مصر خسرنا، وإذا تركنا مصر خسرنا. شيء في غاية الصعوبة. مصر هي قلب العالم العربي والإسلامي، ومن خلال سيطرتنا عليها من خلال الإخوان المسلمين عن طريق ما يسمى الدولة الإسلامية وتقسيمها، كان بعد ذلك التوجه لدول الخليج، وكانت أول دولة مهيئة هي الكويت عن طريق أعواننا هناك من الإخوان، فالسعودية ثم الإمارات والبحرين وعمان. وبعد ذلك يعاد تقسيم المنطقة العربية بالكامل بما تشمله بقية الدول العربية ودول المغرب العربي، وتصبح السيطرة لنا بالكامل خاصة على منابع النفط والمنافذ البحرية. وإذا كان هناك بعض الاختلاف بينهم فالوضع يتغير. هذا ما نشر عبر التويتر وفي الحسابات الخاصة عن مذكرات هيلاري كلينتون، مش مذكرات محمد الملا. شعب مصر الأبي، عهد وقسم ويمين من رجال جيشكم ألا تنتكس راية هذا العلم أبدا أو تذل ما دامت أرواحنا تسري في أجسادنا. فجيش مصر الذي دون أمجاده ومفاخره في دواوين الشرف سيبقى دوما بإذن الله رهن إشارة الوطن ليحقق الأمن والأمان لشعب مصر العريق. فنحن جيش من نبت شعب محرم على أرحام نسائه إنجاب غير الرجال.